الفصل الأول. البداية الوحيدة. أنا امرأة متزوجة، عمري 40 عاماً، اسمي نورة. زوجي عمر رجل أعمال ناجح، دائماً مشغول، دائماً مسافر. بيتنا كبير وجميل، لكنه فارغ من الضحك، فارغ من الحياة، فارغ منه. كل صباح يستيقظ، يرتدي بدلته، يشرب قهوته بسرعة ويغادر. أحياناً لا يعود إلا بعد أسبوع، أسبوعين، شهر كامل. كنت أشعر بأنني غير موجودة، كأنني مجرد قطعة أثاث في هذا البيت الكبير. لا أحد يراني، لا أحد يسألني كيف كان يومي، لا أحد يلمس يدي ويقول لي أنا هنا. حاولت أن أملأ وقتي، قرأت كتباً، شاهدت مسلسلات، التقيت بصديقاتي، لكن الفراغ كان أقوى، الوحدة كانت أقوى. ذات يوم نظرت إلى نفسي في المرآة، رأيت امرأة متعبة، جسد بدأ يفقد شكله، عيون فقدت بريقها. قررت أن أفعل شيئاً، قررت أن أستأجر مدرباً رياضياً خاص، ليس لأجل عمر بل لأجلي أنا، لأشعر بأنني ما زلت حية. اتصلت بالنادي الرياضي قريب، سألتهم عن مدرب يأتي إلى المنزل. أعطوني رقم كريم، هذا الاسم الذي سيغير حياتي بالكامل. الفصل الثاني. اللمسة الأولى. جاء كريم في الموعد المحدد. فتحت الباب ورأيته شاب في 32 من عمره، جسم رياضي متناسق، ابتسامة دافئة، عيون واثقة. كان يحمل حقيبة رياضية. أهلاً، أنا كريم، سعيد بلقائك. صوته كان هادئاً، محترفاً. صافحني ويده كانت قوية ودافئة. أدخلته إلى الصالة الرياضية التي جهزتها في البيت. كانت صغيرة لكن مجهزة بكل ما نحتاج. سألني عن هدفي، أخبرته أنني أريد أن أستعيد لياقتي، أن أشعر بأنني أفضل. ابتسم وقال سنحقق ذلك معاً. بدأنا التمرين، كان محترفاً تماماً، يشرح كل حركة، يصحح وضعيتي، يشجعني. لكن كانت هناك لحظة واحدة غيرت كل شيء. كنت أحاول أن أقوم بتمرين السكوات، وضعيتي كانت خاطئة. اقترب مني من الخلف. اسمحي لي، سأصحح وضعيتك. وضع يديه على خصري بلطف، بحرفية. أحسست بدفء يديه من خلال ملابس الرياضية. ظهرك يجب أن يكون مستقيماً هكذا، والركبتان لا تتجاوز أصابع القدمين. صوته كان قريباً من أذني. أحسست بأنفاسه الخفيفة على رقبتي. قلبي بدأ ينبض بسرعة، ليس من التمرين بل من شيء آخر. هذه اللمسة المحترفة أيقظت شيئاً في داخلي كان نائماً منذ سنوات. انتهى التمرين، شكرته، غادر بعد أن حددنا موعد الجلسة القادمة. بقيت وحدي في الصالة، أفكر في تلك اللمسة، كيف جعلتني أشعر بشيء لم أشعر به منذ زمن طويل. الفصل الثالث. الانجذاب المتزايد. بدأت الجلسات تصبح منتظمة 3 مرات في الأسبوع. كريم يأتي في الصباح بعد أن يغادر عمر إلى عمله. كل جلسة كانت مختلفة. كنت أتطور، جسدي بدأ يتغير، لكن التغيير الحقيقي كان في داخلي. كريم لم يكن مجرد مدرب، كان يستمع إلي، يسألني عن يومي، عن حياتي، عن أحلامي. كان يشجعني بطريقة تجعلني أشعر بأنني قوية، جميلة، مرئية. أنت تتحسنين بشكل رائع يا نورة، أنا فخور بك. هذه الكلمات كانت تملأني بفرح لم أشعر به منذ سنوات. بدأت أهتم بمظهري أكثر في أيام التمرين، ملامس رياضية جديدة، مكياج خفيف، عطر ناعم. كنت أنتظر جلسات التمرين أكثر من أي شيء آخر في حياتي، وفي كل مرة كان يلمسني لتصحيح وضعيتي كنت أشعر بكهرباء تسري في جسدي. حين يضع يده على كتفي ليوجهني، حين يمسك بذراعي ليريني الحركة الصحيحة، حين يقترب مني ليشرح التمرين. كل لمسة، كل نظرة، كل كلمة كانت تزيد من انجذابي إليه. بدأنا نتحدث أكثر بعد التمرين، يبقى لدقائق إضافية، نتحدث عن الحياة، عن الأحلام، عن الوحدة. أخبرني ذات مرة أنه يعيش وحده، عمل كثير لكن لا وقت للحياة الشخصية. شعرت بأننا متشابهان، كلانا وحيد رغم أنني متزوجة وهو حر. الفصل الرابع. اليوغا والتمدد. ذات يوم بعد أسابيع من التمرينات اقترح كريم شيئاً جديداً. نورة، أعتقد أنك بحاجة إلى مزيد من المرونة. ما رأيك أن ندخل تمارين اليوغا والتمدد في برنامجنا؟
وافقت بدون تفكير. أي شيء يطيل وقت وجوده معي كنت. كريم يأتي في الصباح بعد أن يغادر عمر إلى عمله. كل جلسة كانت مختلفة. كنت أتطور، جسدي بدأ يتغير، لكن التغيير الحقيقي كان في داخلي. كريم لم يكن مجرد مدرب، كان يستمع إلي، يسألني عن يومي، عن حياتي، عن أحلامي. كان يشجعني بطريقة تجعلني أشعر بأنني قوية، جميلة، مرئية. أنت تتحسنين بشكل رائع يا نورة، أنا فخور بك. هذه الكلمات كانت تملأني بفرح لم أشعر به منذ سنوات. بدأت أهتم بمظهري أكثر في أيام التمرين، ملابس رياضية جديدة، مكياج خفيف، عطر ناعم. كنت أنتظر جلسات التمرين أكثر من أي شيء آخر في حياتي، وفي كل مرة كان يلمسني لتصحيح وضعيتي كنت أشعر بكهرباء تسري في جسدي. حين يضع يده على كتفي ليوجهني، حين يمسك بذراعي ليريني الحركة الصحيحة، حين يقترب مني ليشرح التمرين، كل لمسة، كل نظرة، كل كلمة كانت تزيد من انجذابي إليه. بدأنا نتحدث أكثر بعد التمرين، يبقى لدقائق إضافية نتحدث عن الحياة، عن الأحلام، عن الوحدة. أخبرني ذات مرة أنه يعيش وحده، عمل كثير لكن لا وقت للحياة الشخصية. شعرت بأننا متشابهان، كلانا وحيد رغم أنني متزوجة وهو حر. الفصل الرابع: اليوغا والتمدد. ذات يوم بعد أسابيع من التمرينات اقترح كريم شيئاً جديداً. نورة، أعتقد أنك بحاجة إلى مزيد من المرونة. ما رأيك أن ندخل تمارين اليوغا والتمدد في برنامجنا؟ وافقت بدون تفكير. أي شيء يطيل وقت وجوده معي كنت موافقة عليه. بدأنا بتمارين اليوغا، كانت تتطلب تركيزاً وقرباً جسدياً أكثر. وضعيات اليوغا كانت تحتاج إلى مساعدته. يقف خلفي، يضع يديه على ظهري، يساعدني على التمدد أكثر. تنفسي بعمق، أرخي جسدك. نعم، هكذا، ممتاز. صوته كان هامساً، حميمياً. في إحدى الوضعيات كنت جالسة والساقان ممدودتان. طلب مني أن أحاول الوصول إلى أصابع قدميه. جلس خلفي، وضع صدره على ظهري وأمسك بيدي ليساعدني على التمدد أكثر. أحسست بجسده كله خلفي، دفئه، قوته، قربه. ممتاز يا نورة، أنت تتحسنين. كان وجهه قريباً جداً من وجهي. لو استدرت قليلاً لامست شفاهه شفتيه. قلبي كاد يقفز من صدري. بعد التمرين كالعادة بقي لبعض الوقت. أحضرت له ماء ثم قهوة. جلسنا نتحدث، لكن هذه المرة كان الحديث مختلفاً. نظر إلي بطريقة لم أرها من قبل. عيناه كانت تقولان شيئاً لم يستطع قوله بالكلمات. نورة، أنت امرأة رائعة، زوجك محظوظ جداً. ابتسمت ابتسامة حزينة. لو كان يشعر بذلك لما كان غائباً طوال الوقت. صمت كريم، ثم قال بهدوء: أحياناً الناس لا يعرفون قيمة ما يملكون إلا حين يفقدونه. كانت هذه أول مرة نتحدث فيها بهذا العمق عن زواجي، عن وحدتي، عن اختياجي. الفصل الخامس: اليوم الذي تغير كل شيء. كان عمر مسافراً في رحلة عمل طويلة، أسبوعان كاملان. اتصل بي مرة واحدة فقط، محادثة سريعة: كيف حالك؟ البيت بخير؟ حسناً، أنا مشغول، سأتصل لاحقاً. كنت وحيدة تماماً في البيت الكبير. جاء كريم لجلسة التمرين. كان الجو حاراً جداً في ذلك اليوم. ملابسنا الرياضية كانت خفيفة. بدأنا التمرين، لكن التوتر الجنسي بيننا كان واضحاً هذه المرة. كل لمسة، كل نظرة كانت تحمل شيئاً أكثر من المهنية. في تمرين التمدد استلقيت على السجادة. طلب مني أن أرفع ساقي ليساعدني على التمدد. أمسك بساقي ببطء، بلطف. عيناه كانت مثبتتين في عيني. هل هذا مؤلم؟ هزت رأسي: لا. اقترب أكثر، دفع ساقي نحو صدري برفق. وجهه أصبح قريباً جداً من وجهي. توقف الزمن. كنا نتنفس بصعوبة، ليس من التمرين بل من التوتر الكهربائي بيننا. نورة، همس اسمي بطريقة جعلتني أذوب. كريم، أنا لم أكمل الجملة، لم أكن أعرف ماذا أقول. أنزل ساقي برفق، لكنه لم يبتعد، بقي قريباً جداً. أنا أعرف أن هذا خطأ، لكن نظر إلي بعمق.
لكنني لا أستطيع التوقف عن التفكير فيك. قلبي كان يدق بقوة، كل خلية في جسدي كانت تصرخ أنا أيضاً. انتهى التمرين، لكن كريم لم يغادر هذه المرة. جلسنا على الأريكة، أحضرت ماء، كانت يدي ترتجف. أخذ الكأس مني، لكن أصابعه لامست أصابعي ولم تبتعد. نظرنا إلى بعضنا، كل الحواجز، كل الأعذار، كل المنطق سقط في تلك اللحظة. اقترب مني ببطء، أعطاني الفرصة لأن أبتعد، لكنني لم أفعل. قبلني، وفي تلك اللحظة شعرت بأنني حية مرة أخرى. ما حدث بعد ذلك لا أستطيع وصفه بالكلمات. كان خطأ، أعرف ذلك، لكنه كان أيضاً أجمل شيء شعرت به منذ سنوات. بعد أن انتهى كل شيء جلسنا في صمت. الشعور بالذنب بدأ يتسلل إلي، لكن معه كان هناك شعوراً بالرضا والامتلاء. نظر إلي كريم وقال: أنت امرأة جميلة يا نورة، ولا يجب أن تشعري بالوحدة أبداً. الفصل السادس: الإدمان والخوف. بعد ذلك اليوم تغير كل شيء. كلما كان عمر مسافراً كان كريم يأتي. لم تعد الجلسات مجرد تمارين رياضية، كانت لقاءات سرية ممنوعة خطيرة. أصبحت مدمنة على هذا الشعور، شعور أن أحداً يريدني، يشتهيني، يجعلني أشعر بأنني امرأة مرغوبة. كريم أيضاً تغير، أصبح أكثر تعلقاً، بدأ يطلب مني أن نلتقي أكثر، يرسل لي رسائل في المساء: أفتقدك، أفكر فيك، متى سنلتقي مرة أخرى؟ كنت ممزقة، جزء مني كان سعيداً، يشعر بأنه يستعيد شبابه وحيويته، لكن جزءاً آخر كان يغرق في الذنب. كنت أنظر إلى صورة زفاس المعلقة على الجدار. عمر وأنا في يوم كنا فيه سعداء. كيف وصلنا إلى هنا؟ بدأت أخاف. ماذا لو اكتشف عمر؟ ماذا لو عرف أحد؟ ماذا لو؟ الخوف كان يكبر كل يوم، لكن الإدمان كان أقوى. ذات يوم اتصل بي عمر وقال إنه سيعود مبكراً من رحلته. بدلاً من أسبوع سيعود في نفس اليوم. دخلت في حالة ذعر. كان كريم قد وصل للتو، كنا في الصالة الرياضية. عمر سيصل خلال ساعتين. كريم نظر إلي بصدوة، ثم أسرع في جمع أغراضه. قبل أن يغادر أمسك بيدي وقال: نورة، أنا أحبك، أريد أن تتركيه وتأتي معي. صدمت، لم أكن أتوقع هذا. كريم، أنا متزوجة، هذا لا يمكن. ولكنك لست سعيدة معه. أنا أستطيع أن أجعلك سعيدة. دموعي بدأت تنهمر. من فضلك اذهب الآن، لا نستطيع الحديث عن هذا الآن. غادر كريم، وبقيت أنا وحيدة مع ذعري وذنبي. الفصل السابع: الاكتشاف شبه الكامل. عاد عمر إلى البيت، كان متعباً كعادته. مرحباً، كيف حالك؟ بخير. لم يلاحظ أي شيء غريب، لم يلاحظني أصلاً. لكن في اليوم التالي حدث شيء جعلني أدرك خطورة الوضع. كان عمر يستخدم هاتفي للاتصال بعميل. هاتفه نفذت بطاريته. فتح هاتفي ورأى إشعاراً: رسالة من كريم المدرب: أفتقدك يا حبيبتي. نظر إلي عمر: من هذا؟ قلبي توقف. حاولت أن أبقى هادئة. مدربي الرياضي، كنت قد استأجرت مدرباً خاصاً. ولماذا يناديك بحبيبتي؟ حاولت أن أضحك، ربما مزاح، بعض المدربين يستخدمون هذه الألفاظ لتشجيع الزبائن. نظر إلي بشك، لكنه لم يكمل الموضوع. أعطاني هاتفي وذهب، لكنني رأيت الشك في عينيه. تلك الليلة لم أنم. أدركت أنني على وشك خسارة كل شيء: عائلتي، بيتي، سمعتي. في الصباح أرسلت رسالة لكريم: لا نستطيع الاستمرار، هذا يجب أن ينتهي. رد فوراً: ماذا؟ لماذا؟ لأنه خطأ، كان يجب ألا يحدث من البداية. ولكنني أحبك، ونحن نستحق أن نكون معاً. لا يا كريم، أنا متزوجة ولدي حياة، أنا آسفة. حضرت رقمه، حذفت كل رسائله، وانتهى كل شيء. الفصل الثامن: العيش مع السر. مرت أشهر. عمر لم يسأل مرة أخرى عن الرسالة، ربما نسي أو ربما تجاهل. حاول أن يكون أكثر تواجداً، قلل من سفرياته، بدأ يسألني عن يومه، حتى إنه اقترح أن نذهب في عطلة معاً. كان يحاول، لكن الوقت كان قد فات. لم أعد أشعر بشيء تجاهه، كل ما كنت أشعر به هو الذنب والفراغ. كريم حاول الاتصال بي عدة مرات من أرقام أخرى، لكنني لم أرد أبداً. في النهاية توقف. أنا الآن أعيش حياتي كما كانت، زوجة في بيت كبير، لكن هذه المرة أحمل سراً ثقيلاً، سر لا أستطيع أن أخبر به أحداً،
السر سيبقى معي إلى الأبد. أحياناً أفكر: هل كنت على حق؟ كنت امرأة وحيدة، زوجي لم يكن موجوداً، والمدرب جعلني أشعر بأنني حية مرة أخرى. هل يمكنكم أن تحكموا علي أم أنكم تفهمون ما مررت به؟ ربما لا توجد إجابة صحيحة، ربما الحياة ليست سوداء أو بيضاء. كل ما أعرفه أنني دفعت ثمن تلك اللحظات، أدفعه كل يوم في صمتي، في وحدتي، في ذنبي. وأنتم ما رأيكم؟ هل كنتم على حق أم على خطأ؟